أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مشاهدينا أينما كنتم. ظهر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا أمام كاميرات التلفزيون الحكومي في لقاء حميمي بحسب وصف رسمي مع لاعب كرة القدم المشهور زين الدين زيدان، وكان برفقة بوتفليقة شقيقاه السعيد ومصطفى في بديرة وصفت بأنها رد فعل على إشاعات كثيرة تم تداولها بشأن تدهور صحة الرئيس أو وفاة شقيقه مصطفى. لكن ليست صحة الرئيس وحدها التي تشغل بال الساسة والشارع في الجزائر هذه الأيام، بل إن الصراع بين تيار الرئاسة والمخابرات والذي وصل إلى مرحلة كسر العظم كما يقول الدبلوماسي الجزائري السابق العربي زيتوت هو الذي يشغل الجزائريين اليوم، ويطرح أكثر من سؤال حول مآلات الوضع في البلاد برمتها، وسط حديث عن سيطرة بارونات على أموال الجزائر باسم الاستثمارات يقف خلفهم أشخاص متنفذون في الدولة سواء كانوا وزراء أو ضباط مخابرات أو جنرالات، ما شجع جهات أجنبية للتغلغل والوقوف خلف هؤلاء. نستضيف الليلة الدكتور هارون حسين النقيب السابق في المخابرات الجزائرية وهو أيضا المتحدث باسم ما يسمى الضباط الأحرار. نستضيفه لنسأله عن حقيقة هذا الصراع الداخلي ومن هي الأطراف المتورطة فيه وإلى أين سيقود الجزائر وماذا جرى في ملفات الإرهاب والفساد. بوضوح إذن نستضيف السيد هارون حسين، وبوضوح صراحة نرجو أن تردنا الأجوبة من ضيفنا وضيفكم. سيد هارون حسين، مرحبا بك في قناة الحوار. أهلا. أنت المتحدث باسم الضباط الأحرار، من هم هؤلاء الضباط الأحرار وأين يعيشون؟ بعجالة حتى نبدأ هذا الحوار. أولا السلام للمشاهدين كلهم في ربوع العالم وفي الجزائر خاصة. الضباط الأحرار هي مجموعة من الضباط كانت تأسست في أوائل التسعينات. كانوا ضباط يعني نزهاء لما كانوا يشوفوا الأمر اللي كان يعني يجري في الجزائر ذلك الوقت من اختلاسات ومن تغييرات خطيرة، فقرر مجموعة من الضباط أنهم يعني يجتمعوا ويحاولوا أنهم يغيروا النظام من الداخل. اجتمعوا في الجزائر في البداية؟ في الجزائر نعم، سرا بالطبع. أذكر لنا بعض قياداتهم في البداية. كان هذا في بداية التسعينات. من بينهم أذكر خاصة يعني على الخصوص شخصين لأنهم كان عندهم دور مهم جدا وفعال. هؤلاء الشخصين تم كشفهم في فيفري 1998 وقتلوا بحادث يعني كان حادث مدبر. وضعت لهم قنبلة لما ذهبوا إلى بشار في مهمة كانت منظمة من قبل حتى يتم اغتيالهم. وهم الجنرال محمد طواهر رحمه الله والعقيد الهاشمي توابيح. أخص هؤلاء يعني بالرحمة يعني رحمهم الله لأنهم كانوا يعني رجال من خير ضباط الجيش الوطني الشعبي. وكان معهم كذلك ضابط آخر كان التحق بالمنظمة اللي هو الحاج صدوق رحمه الله، كان من أصلا من الجندرمة أو من سلاح الجندرمري. نعم. ومن بين الناس يعني اللي كانت تتعاطف يعني إلى حد كبير مع المنظمة في ذلك الوقت هو الجنرال سعيد فضيل رحمه الله. هؤلاء كانوا يجتمعون سرا لتغيير الواقع في الجزائر. نعم. لأنهم غير راضين على ما يجري حينها في ظل طبعا العمليات الدامية. لأنهم غير راضين لأنه بعد الانقلاب اللي صار في 1992 أولا ليس كل الضباط اللي تبعوا الانقلابيين في ذلك الوقت. وعليه فتم تم القرار أنه يجب التخلص من كل الذين يعني لم يساندوا يعني قرار التغيير وقرار الانقلاب. فأسست في ذلك الوقت في 1992 من طرف المخابرات يعني فرقة. أنت تتحدث عن وقف مسار الانتخابي. يعني وقف مسار الانتخابات. فلما صار الانقلاب أسست فرقة تدعى الفرقة 192 أو فرقة الاغتيالات التابعة لذلك الوقت كان جنرال يدعى كمال عبد الرحمن التابعة لأمن الجيش. وهذه الفرقة كانت المهمة نتاعها هي القضاء على كل الضباط اللي ما اتبعوش الذين رفضوا الانصياع للقيادة في ذلك الوقت، واللي عبروا بصفة يعني معلنة أنهم ضد الانقلاب وضد الانقلابيين. ومع استمرار يعني ومع استمرار الانتخابات أن يحكم. لا يعني هم كانوا في عدم إقحام الجيش في لعبة سياسية لأنهم كانوا يعرفوا يعني في ذلك الوقت. على كل حال الضباط الأحرار هؤلاء كانوا حينها في الداخل، الآن أين هم؟ هم في الداخل كذلك يعني لا يزالون في الداخل. نعم.
ولا يزال صحيح انه يعني صحيح ان المخابرات جربت انها يعني تكشفهم وكل يعني منذ ذلك الوقت، الا انه الحمد لله يعني الامر يعني ما زال سر. طبعا لا تستطيع ذكر اسماء الذين في الاحياء الان. هل لهم نشاط سياسي؟ هل لهم لا، الضباط ليس لهم نشاط سياسي. يعني كان المفروض انه يتم فيه تغيير مع الجانب السياسي، اي مع المعارضه. نعم. وكانت الامور ماشيه جيدا الى غايه 2002، لكن من قبل يعني قليلا من قبل لما صارت احداث 11 سبتمبر 2001 غيرت كل المعطيات السياسيه في الجزائر والدوليه بذلك، واصبح اصبح غير ممكن للضباط الاحرار انهم يتحركوا بسهوله كما كانوا يتحركوا من قبل. ويعني اكثر من ذلك انه الضباط اللي كانوا في الخارج اصبحوا مطاردين، حتى وصل في 1999 جربوا على كل حال انهم يتصلوا بنا ويسالوا، يعني قالوا لنا تدخلوا في المصالحه وتدخلوا في حاول البعض الاتصال. نعم، حاول يعني اتصل بنا انا اتصل بي شخصيا الجنرال اسماعيل العمار والجنرال توفيق، ولكن الجنرال اسماعيل لما رفضنا يعني اننا ندخل في مصالحته في الاطار اللي حدده هو، اتعاقد مع مجموعه من القتله من الموساد في مالطا في سنة 1999. مؤكدة هذه مؤكدة. أقول لك يعني نحكيها بصفة يعني سريعة جدا، لأنه يعني هذه من الضريبة يعني اللي نحن يعني ندفعها كل يوم. فالمهم تعاقد مع مجموعة من الضباط ضباط الموساد في مالطا في 1999 على تصفية كل أعضاء المنظمة في الخارج. يعني يعطيه هو القائمة وهم يتولون المهمة. نعم. بس يعني تم الكشف من قبل مخابرات خارجية، والمخابرات الخارجية يعني اتصلت بكل فرد من الأفراد ويعني تحذروا من نبهتهم نعم. واحنا يعني أخذ الاحتياط وكل شيء. ولكن أنت اليوم جئتنا لوحدك، يعني كيف تأخذ الحيطة يعني؟ لا يعني قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله. يعني أنا جاي من عائلة شهداء، فإذا كان يعني إنسان يعطي دمه في سبيل الجزائر فأهلا بذلك. يعني احنا لما أخذنا القرار منذ مدة يعني خديناه ونتحمل مسؤوليته إلى آخر يوم. المهم أن الجزائر تقف على رجليها فقط. طبعا أنتم الآن الذين تعيشون في الخارج من الضباط الأحرار على اتصال بمن هم في الداخل بالطبع، وهم الذين يزودونكم بالمعلومات. نعم. وهي ما سيرد طبعا في حوارنا الليلة إن شاء الله. نعم. على كل حال، مرض الرئيس الجزائري هو المرض طبعا سابق منذ سنوات، ولكن في الفترة الأخيرة أصابته وعكة صحية، اختفى على المشهد، صار هناك إشاعات في الشارع الجزائري، وهذا شيء طبيعي. اضطر الرئيس الجزائري أن يخرج للملأ وبصحبة نجم من نجوم كرة القدم المشهورين، النجم زين الدين زيدان، حتى يفند هذه المزاعم. يعني صحة الرئيس هل تشكل هاجس للجزائريين اليوم برأيك؟ لا، هو الرئيس صحيح أنه مريض جدا. هذه يعني حقيقة، لأنه منذ أن عولج في مستشفى فرنسي في الفال دو غرانس في باريس يعني تحسن قليل، ولكن يعني السرطان اللي كان عنده ما تحسن منه، يعني رجع، فالآن هو مريض جدا. لذلك يعني كان من الضروري أنه يظهر للعامة، خاصة أنه يعني قولة أنه مريض وأنه مات، حتى أنه بعض الأطراف قالت أنه الرئيس مات. قد يعني تم تكبيرها من طرف المخابرات وأعضاء المخابرات حتى يعني يفشلوا الرئيس. يعني سيد هارون حسين، نتمنى للرئيس بوتفليقة الشفاء العاجل، ولكن هل لديكم معلومات موثوقة ما الذي يعانيه الرئيس؟ مما يعاني؟ الرئيس كان عنده يعني هو عولج من سرطان في المعدة أولا، والسرطان انتشر، فهذا هو مرض الرئيس، هو سرطان هذا عام. مؤكد ما في مؤكد ما في نعم مؤكد. هذا مرض الرئيس، سرطان عام. هذا يؤثر على استقرار البلد هذا يؤثر على لا ليس فقط على استقرار البلد بل على مستقبل البلد. ولكن أنتم في الضباط الأحرار يعني كيف أمكنكم الوصول إلى ملفات عادة صحية تكون سرية جدا في مستشفيات حيث عالج أو في أي مكان؟ هي ليست أولا مرض الرئيس قد تعومل به من طرف يعني السفارة الجزائرية في باريس. أعلنته السفارة الجزائرية في باريس؟ لا أعلنت، بس يعني الأوراق والدخول إلى المستشفى يعني صار من قبل السفارة في باريس. والتسريب تم من هناك. يعني تم التسريب من جهة من الجهات، لأنه
يعني الاشخاص اللي كانوا يعملوا في هذا المجال عده، فلا يمكن ان نقول من جهه المعلومه، بس المعلومه معروفه. يعني القائمين الان في المخابرات او في اطراف الرئاسه معروف يعني انه مرض الرئيس هو سرطان. على كل حال، مع تمنياتنا القلبيه في الحقيقه لشفاء الرئيس بوتفليقه، ولكن الرئيس لا يعاني من المرض فقط، ولكن يعاني ايضا من صراع يقول البعض بانه اشتد الان مع الجنرال توفيق تحديدا رئيس جهاز المخابرات. نعم. هل لديكم معلومات في هذا الخصوص؟ هو اولا رئيس بوتفليقه احنا كنا اعلنا في سنه 2000 بعد انتخابه اننا لن نعترف به كرئيس لنقطه مهمه جدا. نحن نعتبر ان بوتفليقه جاء للرئاسه فقط لينتقم شخصيا من بعض الاطراف اللي حاوزاته في 1982 من الحكم، وكان تم طرده من الحكم لانه كان اختلس اموال كبيره جدا، عشرات ملايين الدولارات، وحوكم من طرف المحكمة الجزائرية بسرقة، وسألوه أنه يرجع الأموال بس ما رجع الأموال. هو هرب يعني خرج وعاد للثأر. احنا نعتبر انه ليس اهل لقياده الجزائر والجزائريين. انتم من انتم يعني نحن ضباط الاحرار. نحن باسم ضباط الاحرار. فقلنا في سنه 2000 قلنا انه هو ليس اهل، واحنا لا نعترف به لانه لم ياتي للجزائر حتى يخدم الجزائر. والدليل انه 10 سنوات من بعد الجزائر اصبحت افضل مما كانت عليه قبل مجيئه، بمعنى انه السرقات، الاختلاسات ويعني وشرف الجزائر والشعب الجزائري سنأتي على ذكر هذه الملفات ولكن الجزائر تجاوزت على الأقل، لا أحد ينكر ذلك، بسبب الدور المحوري للرئيس بوتفليقة تجاوزت ما يسمى بالعشرية الدامية. لا، هي العشرية الدامية كان شوف حتى نحط النقاط الحروف. كان من الممكن أنه العشرية الدامية تنتهي في سنة 1995 لأنه في سنة 1995 كانت فيه مبادرة سانتيجيديو، وفي هذه المبادرة كان يمكن ذلك الوقت قطع الطريق على كل القتل وكل الدماء اللي شفناها. ولكن القائمين على الحكم ذلك الوقت، وهو محمد العماري وخالد النزار وغيرهم، كان عندهم مخطط آخر للشعب الجزائري. كان عندهم يعني تقول أنت أجندة آخر يعملوا فيه حتى يوصلوا إلى هدف معين، ويحتاج سنوات. فلذلك كانوا محتاجين تم تمديد الأزمة قصدا. تم تمديد الأزمة قصدا. نعم، كان تم تمديد الأزمة قصدا. وعلى ذلك يعني شفنا المجازر وشفنا يعني أشياء رهيبة لم ترد في أي عالم عربي من قبل. على كل حال لا نريد العودة إلى تلك السنوات لأنها بالحقيقة أرهقت الجزائريين كثيرا. نريد العودة إلى ما هو سر الخلاف الآن بين توفيق والرئيس بوتفليقة عفوا، يعني قائم حول الحكم، لأنه الآن بوتفليقة يحكم الجزائر وكأن الجزائر يعني إمارة من الإمارات الخليج يعبث فيها كما يريد. أنت قلت أنه جاء زيدان، وأنا أتأسف أنه شخص مثل زيدان يعني صراحة يعني يظهر نفسه يعطي مصداقية لشخص كبوتفليقة أو أخو بوتفليقة كذلك. ومن جهة أخرى عندنا الجنرال توفيق اللي يحكم الجزائر وكأنه الجزائر يعني ملك خاص. يعني أنتم في الضباط الأحرار لستم مع الرئيس بوتفليقة ولستم مع ما يقوم به أيضا الجنرال توفيق؟ لا، احنا مع جزائر الشهداء، احنا مع جزائر نوفمبر 1954، نحن مع جزائر الشعب الجزائري، نحن مع الجزائر الحق، نحن مع الجزائر العادلة التي يكون فيها القانون هو الحاكم للجميع والعدل هو سامي مع الجميع. أنا خلال إعدادي لهذه الحلقة وجدت بأنه الخلاف وكأنه كل شخص من هؤلاء الذين نتحدث عنهم لديه ملف. بالطبع الجنرال توفيق يريد فتح ملف الفساد الآن، والرئيس بوتفليقة يريد فتح ملف الاغتيالات والإرهاب وما إليه. نعم. وكل يهدد الآخر بملفه. صحيح. شوف هو الحقيقة نبدأ بوتفليقة. بوتفليقة من جهة صحيح أنه ذهب إلى أبعد من ذلك، بما أنه استعان بصديق حميم له. كان هذا الصديق هو سفير لفرنسا في الجزائر يدعى برنار باجولي. هذا الشخص تم استدعائه من منصبه في سفارة فرنسا بالجزائر إلى باريس، حيث الآن الاستعانة بهذا الشخص ضد توفيق. نعم. لأنه هذا الشخص الآن يشغل منصب مدير يعني المديرية المركزية لجمع المخابرات في باريس. برنار باجولي. أنت أظهرت لي صورته. نعم، هو هون. لو أمكن هذا الشاشة المساعدين. هذا هو باجولي. هذا باجولي، نعم، صديق